السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل البسيسه. 3 كوبايات دقيق قسمتهم، كوبايه ونص دقيق وكوبايه ونص دقيق ذره وكيس بيكنج باودر، عشان يبقى دي الحاجه الناشفه وفيها رشه ملح بسيط. طيب نسمي بالله بقى ونخش كده على الخلاط، مش عايزين نستنى. 3 بيضات كبار بدرجة الحرارة بتاعة الغرفة، مش في التلاجة. باكيتين فانيليا. انا عندي بصراحة العلب دي باخد نصها اهي. انا هعمل خليط للبسيسة بين عصير اليوسفي وعصير التفاح. فانا عشان عامله صينيه كبيره انا هحط كوبايه عصير اليوسفي او برتقان اللي انتوا عايزينه، وكوبايه العصير الفروتي التفاح، كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر لاني البسيسه بتحب السكر. نسمي بالله بقى ونطلع بالخلاط على طول البيضات والفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. نضرب ضرب كويس في البيض والفانيليا. فانيليا بحطه مع البيض عشان يكسر زفارة البيض. بسم الله. هضرب تاني كده. خلاص ضربت البيض كويس. هنزل بالسكر كوبايه ونص سكر، وهنزل عصير التفاح وعصير اليوسفي وكوبايه الزيت. لو عندك زيت ذره هيبقى حلو قوي 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 معاها، لان فعلا البسيسه بتحب دقيق زيت الذره. بس طبعا انا مش عندي فانا حطيت زيت بس نضيف يعني. انا كده ضربتها كويس اهي. هنزل البيكنج باودر على 3 كوبايات، كوبايه ونص دقيق عادي، كوبايه ونص دقيق ذره. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالخليط كله هقلب كويس. انا كترت في كميه السوائل لاني انا عايزه اعمل صينيه كبيره، فلو احتجت هحط دقيق ذره مش هحط دقيق عادي. تمام. وطبعا اكيد ان انا هحتاج لان الكميه عندي اكتر من 3 كوبايات بصراحه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بنص كوبايه تاني دقيق ذره اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل الكميه. ده كده نص كوبايه دقيق ذره تاني، يبقى انا كده استعملت بالظبط 3 كوبايات ونص، كوبايه ونص عادي دقيق وكوبايتين دقيق ذره. هقلب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هخلط كويس. برضو مش هكتر في الضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حابه تعملي خليط بين اي نوع عصير مع البرتقال او اليوسفي اللي يريحك، مفيش اي مشكله. بس هي البسيسه بصراحه بتبقى عايزه
عصير البرتقال. انا كان عندي يوسفي فعصرته، وكنت حابه بصراحه اجرب ان انا احط عليها عصير من العصير اللي عندي اللي هو التفاح، عشان يديني طعم احلى ونكهه اكتر قويه يعني. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم نحضر الصينيه بتاعتنا وننزل بالخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. طبعا الفرن سخن وانا بعملها على 180. بعد نص ساعة ارجع ابص عليها واختبرها باي خلة، اضغط عليها واطلعها. طلعت بعجينة هسيبها، طلعت نضيفة هطفي عليها. ودايما لما تطلعوا صينية الكيكة مش في مكان فيه هوا، عشان ما تنزلش مرة واحدة وتاخد هوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نحطها في الفرن خبطتين كده، نطلع منها كده الفقاقيع دي وندخلها الفرن نص ساعة ونشوف البسيسة بتاعتنا. خلصنا البسيسة بتاعتنا وطلعناها كمان. هي يعني مش بردت، بس هي هديت شوية من سخونيتها. بصوا ما شاء الله، انا ما ولعتش عليها شواية، هي فرن وشواية مع بعض ما شاء الله يعني. نقطع كده ونشوف، نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا هي مشكلة البسيسة ان هي لما بتكون فيها دقيق ذرة بتتفرول بسرعة، فانا بحاول كده نطلع عشان ما دهورش. بسم الله اهي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بصوا بصوا عامله ازاي ما شاء الله. الله اكبر. هي اصلا بتتكلم عن نفسها. بصوا بصوا عامله ازاي. طبعا عشان انا مش مقطعاها كويس، وكل حته تقطع بقى كلها. بصوا جميله ازاي ما شاء الله. الله اكبر. طب نفرغها كويس المره دي اهي. بصوا بصوا عامله ازاي، مش محتاجه كلام. وطعم اليوسفي والتفاح حلو جدا والله العظيم. بصوا الله اكبر. بصوا بصوا سمكها. بصوا بصوا. عارفين دي عايزه ايه؟ دي عايزه تتحط كده، تتجاب كده وتتعمل هنا كده كده. بصوا كده، وتتشرب بقى وتتاكل مع الشاي بلبن. ايه رايكم؟ يعني مش عارفه اقول ايه. بصوا يعني تحفه والله العظيم. تحفه 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 يعني. اهي ادي البسيسه بتاعتنا، وادي الصينيه بتتكلم عن نفسها. يا رب تكون عجبتكم، كانت سهله وحلوه، ومن عشاق البسيسه بقى اللي بيحبوها. تتدفى كده معاكم بقى كوبايه شاي بلبن بقى الصبح بقى ولا بالليل اللي انتوا عايزينه. بصوا بصوا عامله ازاي والله. وسخنه لسه سخنه. بصوا كمان ارضيتها من الذهبي الجميل. بصوا اتفضلوا معايا، اتفضلوا معانا. ومش كلام والله، كل اللي يعرفني هيعرف ان انا الحمد لله الحمد لله انا مش بخيله. والحمد لله مش شكرانيه في نفسي والله، بس هم فعلا ناس كتير معاشراني وناس كتير عارفاني، ومش بقول كلام وبس لما بقول لكم اتفضلوا معانا. فعلا اتفضلوا معانا. يا رب يكون عجبتكم ومبسوطين. انا بكون سعيده وانا بصور، بكون مبسوطه جدا وانا معاكم والله. ويا رب بحق جاه النبي نفضل مع بعض كده العمر كله، ويحييك ويحيينا ربنا. واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.